السلام عليكم. في إعراب القرآن الكريم اختار بعض علماء النحو مسلكا في الإعراب يتأدبون فيه مع الله تعالى، فلا يضعون العبارات التي ذكر فيها اسم الله موضع الإعراب العادي. فإذا قالوا مثلا خلق الإنسان من عجل، فلا يقولون خلق فعل مبني للمجهول، بل يقولون خلق فعل لم يسمى فاعله، وذلك تأدبا مع الله تعالى. وإذا قالوا مثلا واتقوا الله، فإنهم لا يعربون لفظ الجلالة إعراب مفعول به، بل يقولون الله لفظ منصوب على التعظيم تعظيما لله تعالى. وإذا أعربوا مثلا اهدنا الصراط المستقيم، يقولون اهدنا فعل طلب أو فعل دعاء، ولا يقولون اهدنا فعل أمر لله تعالى. وإذا قرأوا مثلا ليقضي علينا ربك، فيقولون اللام في ليقضي لام الدعاء، ولا يقولون لام الأمر. وإذا أعربوا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا يقولون هذه لا في لا تؤاخذنا، لا يقولون لا الناهية، بل يسمونها حرف دعاء تأدبا مع الله تعالى.